أهلين بنات، كيفكم؟ شو أخباركم؟ كنتمنى من كل قلبي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم الحلقة ديال مسلسل طائر الرفرفة، حلقة مشوقة. تبعوا لا فيديو من الأول حتى الآخر، ما تمشيو فين. نبداو على بركة الله. وهنايا كنشوفوا يوسف جا لعندها حتى للقصر، وهنا صيران كتقولي شنو كدير هنايا في القصر. قال لها انا بغيتك ضروري تشرحي لي واش بصح داكشي اللي قالت لي اختك. قالت لي شنو قالت لك اختي؟ ويقول لها قال لها زعما كنتي كتعرفي فريد من قبل، يعني قبل مني كنتي كتضحكي لي. قالت لي شكرا، هذا وطن فيك فيا انا. قال لها انا جازفت وخاطرت وجيت لعندك غير باش تفهميني. قالت لي تبارك الله عليك، واش دابا عاد رجع لك العقل ديالك؟ ويقول لها قال لها انا العقل ديالي ما بقاش كاع عندي اصلا. وهنا كنشوفوا فريد دخل، قال لها صايران شنو كاين؟ وتقول لي غير سير انا غادي نتكلف بالامور. صافي هنا بقات كدوي مع يوسف، قالت لي سير انا مازال غنهضروا. قالت لي ولكن دابا انت باغي تجبد لي غير صداع من المشاكل. قال لها شوفي، قال لها الا ما جاوبتينيش وما حيدتيش الحظر من التليفون انا كل نهار وكل ليله غنجي لعندك لهنايا للقصر. قالت لي واخا، غادا نتلاقاو وغنتحدثوا. وانا كنشوفو صايره دخلات، وانا تقول لي انا مازال غادي نشرح لك. خاصني دابا غير كيفاش ندير مع باك، كيفاش نشرح ليه. قال لها شوفي خلي هذاك الشيء ليا، غير انتي ارتاحي وتكالماي وشدي النفس عاد نمشيو. صافي داكشي اللي دارت ودخلات. وهنا بدا كيتسول المسمومه، قالت لها شنو طاير يا صيران؟ شكون اللي جا لعندكم؟ وهنا بدا كيدوي فريد وكيشرح لهم. قال لهم غير شي وحدين من العائله بغاو يهنئوا صيران على الزواج ديالنا، ومصيفطين شي واحد. قال لها على هاد الصباح الاب ديال فريد قال لي واش على هاد الصباح؟ قالت لي غير بغاو يجيو زعما باش يصدعونا وداكشي. صافي داكشي اللي دارت. وهنا كتقول لهم عافاكم واخا نمشي نطلع البيت ديالي عييت. صافي طلعت ويتبعها نيت فريد باش يفهم المأمورية. وهنا كنشوفو صايره دخلت البيت ديالها كتصوني على الاخت ديالها واختها ما كتجاوبش نهائيا. صافي هنا فريد كيقول لها ممكن تشرحي ليا. وهنا كتقول لي صايره شكرا بزاف حقاش كون ما كنتيش حتى في ديك اللحظه ما عرفتش كيفاش كنت غندير باش نشرح للاب ديالك. قال لها ما كاين حتى شي مشكل، يلاه دابا شرحي ليا. وبدات هنا كتشرح لي. قالت لي هذاك راه هو كان الخطيب ديالي السابق، يعني الحبيب ديالي. وانا كيقول لها بصح؟ قال لها جايب بكل جرأة لهنا. قالت لي قالت لي شوف، قالت لي شي نهار اللي انت خطبتي اختي انا راه كنت انا ويا باقين في العلاقه. قال لها قالت لي ولكن نهار خطبتيني انا وما بقيتيش خطبتي اختي. ديك الساعه مشيت لعندو وقلت لي شوف غادي نهربوا انا وياك، ولكن هو ما كانش عنده الجرأة ما مشاش. داكشي علاش انا وياه تفارقنا في ديك الساعه. قال لها او من بعد هادشي كامل؟ قال لها وعلاش يجي لعندك فضل، يعني فضل الوقت يجي لعندك وعارفك صافي تزوجتي؟ قالت لي المشكله، قالت لي راه اختي صونت عليه وقالت لي بلي حنا كنا كنعرفوا بعضياتنا من قبل. وهنا كنشوف السفارة قال لها مني مشيت لعندكم للدار انا اعتذرت للاخت ديالك وقلت لها بلي انا علاش ما قبلتكش لحقاش كنت كنعرف الاخت ديالك، لذلك هي غتكون فهمتني غلط. قالت لي شنو قلتي لها؟ وهو يعاود لها شنو قال لها. وهي تقول لي قالت لي تبارك الله ولا الاعتذار ديالك. قال لها وانا باش غنعرف بلي انت مخبيه عليا؟ قالت لي انا راه ما قلتش لها. قالت لي شوف دابا هي غتعاوني ولا ما تعاونيش نمشي لعندها. قال لها واخا انا غادي نعاونك، وانا غنمشي عند الاب ديالي باش نقول ليه باش ننزلوا انا وياك. صافي هنايا مني مشى. هنايا كانت المسمومه كتغازل هي وبات فريد. صافي هنايا جا لعندهم وقال لها بلي بغيت نمشي انا وصايران للعائله ديالهم. ونايا المسمومه كتقول لي لا راك عارف جدك غادي يغضب. وانا كيقول لي انا بغيت غير نفهم منكم، هو حتى هو كذلك راه مريض خصنا نمشيو لعندو. هي انتم كتوريوني العادات. قال لها انا غنمشي. هنا كيقول لها صافي واخا غير سير. وهنا كنشوفوا المسمومه صدمات، يعني هو قبل. صافي وهنا غضبات ومشات. وهنا بدا كيشرح لها كيقول لها راه خصو يمشي، لما مشاش غيدير ليها شي كارثه. صافي هنا كنشوفوا صيران هي وفريد كانوا كيهضروا. ونهي بدات كتشرح لي كتقول لي خاصني نمشي عند الاخت ديالها ونشرح لها، وعاد نمشي عند يوسف. قال لها شنو هو راك مزوجه؟ قال لها كيفاش نمشي عند يوسف؟ قال لها واش جيباني لي هنا على قبل يوسف ودابا كضحكي ليا؟ قالت لي لا، وهو كان بغى يقلب الطريق زعما ما كانش غيدي عند الاخت ديالها، كان غيرجع للدار. قال لها راك تزوجتي بكرهان. قال لها واش بغيتي الصحف؟ قال لها شوفي غير فاش كنتي تي والام ديالي وتصورتي وانت ما ديتي ما جبتي. قال لها دابا الا كنتي باركه معاه يصوركم وتولي فضيحه عندنا في العائله. قال لها ما يمكنش. وهنا بقات كطلب فيه. قالت لي عافاك غير ديني عند الاخت ديالي، انا ما بقيتش غادا عند يوسف. قال لها واخا. صافي مشات عند الاخت ديالها. وهنا كنشوفوا الاخت ديال سيران كاعيه في كعانه. جات عند الام ديالها قالت لها شوفي راه اخت ديالك يلا صونت لتحت راه غتجي، عافاكم غير تفاهموا بشويه وهي غادي تشرح لك، يعني غتكوني بالاكيد فاهمه غير غلط. صافي وداكشي اللي دارت. وهنا كنشوفوا سيران وفريد جاو وسلموا على الام ديال سيران، وكذلك سيران سلمت على الام ديالها وسلمت على العمه ديالها.
وهنا العمه كتقول لفريد، كتقول لي تبارك الله لكم ديما جايين لعندنا ما طاريه شي حاجه. وهنا فريد كيقول لها لا غير توحشت عمي، داكشي علاش انا جيت لهنايا باش نسلم عليه. صافي هنا بات سايران حتى هو بداو كيهضروا بعضياتهم. صافي هنا كتقول لهم سايران انا بغيت، قالت لهم فين هي الاخت ديالي، قالوا لها راه كاينه في البيت. صافي ملي كانت غتمشي جات عند الام ديالها وقالت لها واش بصح داكشي اللي قالت لي اختك، واش كنتي كتعرفي فريد من قبل؟ قالت لها لا ما كنتش كنعرفو. قالت لها ولكن غادي نشرح لك. قالت لها خليني غير نشرح الاخت ديالي وعاد ندوز لك نتيا. قالت لها صافي ومشات ويلا دخلت عند الاخت ديالها. سيران قالت لها علاش مشيتي عند يوسف وهضرتي وقلتي لي ديك الهضره وجا لعندي حتى للدار في الصباح؟ قالت لها شنو؟ قالت لها مزيان. قالت لها داكشي اللي كامل دوزتي عليه. قالت لها انا اللي بحال الهبله متيقاك في اي حاجه. قالت لها انت كنتي كتعرفي فريد من قبل وكنتو كضحكوا عليا بجوج، واخا انت شايفاني المعاناه ديالي وعايشه انا غير في الحزن كل ليله وكل نهار كتشوفيني كنبكي، ولكن انت ما حركتي ولا ساكن ولا هضرتي ولا قلتي لي شي حاجه. هنايا كتقول لها سيران، كتقول لها انت راك فهمتي داك الشيء غلط وتيقتي الغريب عليا انا. قالت لها ما تبقايش تقولي لي غريب، هذاك راه راجلك. قالت لها شوفي، قالت لها شتي انت يا الاخت ديالي راه بلي انت ما عرفتيش حاجه. قالت لها واش كاين شي حاجه اخرى ما عارفاهاش غير قوليها لي. وتقول لها قالت لها هذاك الراجل اللي كتقولي ليه راجل، هذاك راه اصلا نهار الاول نهار اللي دخله جاب لي الحبيبه ديالو حتى للدار وعرفها ليا. قالت لها شنو هو؟ قالت لها واش كدوي بصح؟ قالت لها قالت لها شوفي، قالت لها كيما انا تزوجت يعني اجباري حتى هو العائله ديالو اللي جبروا باش يتزوج بيا. قالت لها واش هادشي كامل طاري؟ قالت لها واش بصح كدوي؟ قالت لها حلفي ليا بالاسم ديالي. قالت لها والله حتى كنحلف لك بالاسم ديالك بلي هادشي اللي كاين. وتقول لها قالت لها لا حقير تافه، بقات كتسبو. وتقول لها قالت لها وعلاش ما خديتيش حقك؟ قالت لها شوفي، قالت لها انا ما بغيت ناخذ حق من حتى شي واحد، المهم هو ما كيتقربش ليا ما كيقاسني من حتى شي حاجه، اللهم كل واحد واخد الجانب ديالو. صافي وهنايا كتقول لها وعلاش ما قلتيش ليا؟ قالت لها ها واش كدوي بصح نقول لك؟ قالت لها انت غير باقي ما قلتيش لكم مشيتي عند يوسف كتقولي لي شي هضره ما كايناش. قالت لها انا كنصوني عليك وانت ما كتجاوبينيش. وبقات هنايا صونه كتبكي وكتقول لها عافاك سمحي لي يا اختي انا غلطت سمحي لي. وهنا كتدخل الام ديالهم قالت لها واش صافي تفاهمتوا وشرحتوا بعضياتكم كل واحد فهم؟ وتقول لها سيران قالت لها لا صافي الحمد لله حلينا الامر. هنا الام ديال سيران كتقول لسونا، كتقول لها انا راه قلت لك غتكوني فهمتي الاخت ديالك غلط. صافي ومشاو للصاله. وهنايا كيكون فريد كيقول لهم فين هي سيران، كل شويه كيسال عليها وشويه ويقول لهم انا غنمشي لعند سيران نشوفها فين هي. صافي ويقول لها شنو كديري؟ قالت لي غير كنت في المرحاض. قالت لي اجي نقول لك. صافي هنا بدات كتشرح لي، قالت لي انا راه شرحت للاخت ديالي. قال لها شنو شرحتي لها؟ قالت لي انا عاودت لها زعما على العلاقه ديالك باش غير تفهم. قال لها واش ضروري؟ قالت لي ضروري غير باش تفهمني اختي وتسمع وتعرف شنو كاين. قال لها صافي. قالت لي شوف عافاك غدير كيفاش تهضر مع الوالد ديالي وتقول لي يعني باش تخرج الاخت ديالي راه عندها النفسيه يعني مضغوطه خاصها تمشي باش تشم الهواء. قال لها واخا خلي عليا هادشي انا غادي نتفاهم مع الاب ديالك. وفريد مشى برك معاهم وقال الاب ديال سيران قال لها شوف انا غنخرج الصونه معانا باش تشم شويه الهواء وتبدل الجو. قال ويني ويدوي العمه ديالها قالت لي لا ما يمكنش، قالت لي راه عيب تخرج. ويقول لها هي نتوما ما كتحسبونيش انا الابن ديالكم؟ قال لها الا ما كتحسبونيش انا غادي نمشي ما عمركم غتشوفوا الوجه ديالي. وهنا هو يدوي الاب ديال سيران قال لي لا انت بحال الابن ديالنا. قال لي صافي سيروا وخرجوا وانا غتكون فرحات صونه بزاف حقاش غتخرج ومنها غتلقى الحيله كيفاش باش تلاقي يوسف وسيران لان خصها باش يدويو بعضياتهم. وهنايا كنشوفوا الام ديال فريد هي وديك المسمومه قالت لها غادي نعرض على العائله ديال سيران. قالت لها انايا المسمومه قالت لها لا. قالت لها راك عارفه الحاله ديال الاغا. قالت لها ما غاديش نعرضوا عليه. قالت لها شوفي غير ديها في الشغل ديالك انا الشغل ديالي يعني ما خصكش تعرضي عليهم. قالت لها وكابلي غير المشافي وداكشي ديالك ديال الخيريات خاصك تقابليهم حقاش حملتيهم بزاف. صافي هنا كتقول لها واخا. وتقول لها خاص كل واحد يعرف حدو. صافي تقول لها انا اللي غادي نعرف حدي واخا. يلا هزت التليفون وتقول لها المسمومه قالت لها واش غادي تمشي عاوتاني تشكي لي على راجلك؟ وبقات كتشوفها وهي تضحك باستهزاء متفرد وهي تهز التليفون وبدات كتعرض على اسماء يعني العائله ديال سيران. قالت لهم جيو مرحبا بكم راه المسمومه راه كتبلغ لكم التحيه. صافي مني سالات قالت لها راه بلغت لهم التحيه. قالت لها اش هادشي اللي درتي؟ وبداو كيتغاوتوا هنا هو يجي الاغا. وهنايا الاغا كيقول لهم اش هادشي اللعب ديال الدراري الصغار مالكم كتغاوتوا؟
قالت لي هنايا كدوي المسمومه، قالت لي راه بغات تجيبو من هنا وانا قلت لها لا. وهنايا كذلك موت فريد كتقول لها خاصنا نجيبو لحقاش جاو لعندنا وعرضوا علينا وحنا كنا ديما كنلغاو لهم العراض ديالهم، لذلك جات حشومه وعيب ما نعرضوش عليهم. وهنايا الاغا كيقول لها بصح خصنا نعرضوا عليهم احسن استقبال وخاص يجيو مني مشى. وهنايا موت فريد ابتسمات، وهنايا المسمومه بقات كتشوف بها وهي تمشي بنظره الحقد. هنا فريد كيدي الاخت ديالها سونا هي وصيران يخرجهم. وهنا كنشوفوا واحد شويه كنشوفوا فريد مشى عند العاشقه ديالو صافي. وهنايا سونا والاخت ديالها بداو كيتكلموا ما بين جا يوسف. وهنايا جا فهاد اللحظه صافي. وهنايا صيران بدات كتشرح سميتو ليوسف كتعاود ليه يعني هي ما كانتش كتعرف فيه فريد نهائيا. وهنا كيقول لها يوسف كيقول لها خصنا نهربوا. قالت لي شنو نهربوا؟ انا راه صافي تزوجت اللي عطاها يعني ما خصكش تبقى تتكلم معايا على هذا الموضوع. قالت لي صافي بسلامه. هنا كنشوفوا عابدين رجاو. هنايا كانت سونا يعني حدا الباب غير هي دورات وجا وهو يدخل كون كانت يعني شافته كون علمات صيران ما غيطراش هذا المشكل. المهم هذا هو المسلسل، ما علينا نكملوا القصه. المهم هنايا كانوا كيدويو يلا كانت بغات تخرج. وهنا هو يدخل عابدين شافهم بجوج. وهنايا يوسف ويقول لها شكون هذا؟ قال لي كيفاش شكون هذا؟ ويقول لصيران شكون هو هذا؟ قالت لي ما كاين حتى شي حاجه، يلا راه الاخت ديالي راه ما عرفت غتكون توضرت، يلا نمشيو نقلبوا عليها. يلا كانوا غاديين ويبقى كيشوف فيه سميتو عابدين بقى كيشوف فيه بنظرات الحق. صافي هنايا لقاو الاخت ديال صيران سونا طلعوا للطوموبيل وتقول لها بلي راه زعما هذا الصديق ديال فريد وبداو كيكتبوا بعضياتهم ميساجات. قالت لها عافاك سمحي لي زعما هادشي اللي درت لك يعني هادشي كامل سببي انا. قالت لها ما كاين حتى شي مشكل. بلي فاش دخلت ساره للطوموبيل هنا كطلب في عابدين قالت لي عافاك ما تقولش الحقيقه لفريد. قالت لي عافاك ادي اخر مره وعمرني غنسرك الخير ديالك. ساعه هنا هنايا عابدين هو كان صيفط الفريد قبل كون ما كان صيفط لي انا كنت كنظن باللي ما غاديش يقولها لي، ولكن هو صيفط داكشي على جات هي معطله. وهنايا صايره دخلات بدات كتهضر معاهم. وهنا الام ديال فريد قالت لها مالك وليتي صفرا؟ قالت لها ما عرفت غير واقيلا حسيت براسي ما هياش. وهنا فهاد اللحظه كانت صايره تصدمات يعني كتشوف الساعه يعني قربت باش يجي فريد. وهنا كتشوف يعني كتفكر الايامات ديالها في الصغر مع الاب ديالها اللي كان كيعذبها اشد العذاب. صافي هنا كانت كتهضر مع طلعت البيت ديالها وصنع عليها يوسف. قالها شوفي خاصنا نتلاقاو اخر مره، خاصنا نتكلموا وجه على وجه نعرفك واش باقا كتبغيني ولا لا. صافي هنايا مني قطعت يعني سمعت فريد جاي. وهنا دخل فريد وبدا كيقول لها واش صافي بركتي انت والاخت ديالك فواش درتو. وبدا كيشوف فيها. وهنايا كنشوفو صايره انحدرات الراس ديالها ويقول لها بغيت نقول لك غير واش كنتي انت والاخت ديالك ولا كان معكم شي حد. وهنايا صايره بقات ساكته ويقول لها انا درت فيك الثقه ولكن في الاخر كنتي كضحكي لي ولكن انا كنت عارف بلي غادي ديريها. قال لها واش درتي بيا كنار غير باش نعاونك على قضيه باك وباش تمشي نتي والاخت ديالك وديروا هاد الصبيل. قالت لي الاخت ديالي ما دارت شي حاجه انا اللي درت هادشي كامل. قال لها تبارك الله الكدافي على اختك وانتي دايره هادشي كامل. قال لها واخا شكرا بزاف. صافي بقاو كيتناقشوا يعني مناقشه. وهنا كانوا غيتعشاو والجد ديالهم ما كيحملش شي واحد يجي معطل. لذلك هنايا كنشوف رئيس الخدم قال لها سيري عند امو قولي لي باش ينزل. وهي مشات هذيك الخدامه كتصنت وفرحات حقاش كانوا كيتشاجروا بعضياتهم. امتي الفريد كتصوني عليه ولكن هو ما كيجاوبش. صافي هنا بداو كيتعشاو. هنا الاغا كيشوف باللي سميتو فريد وصايران ما كاينينش في الغدا. وهنا يبداو عاوتاني كيتجاجروا. في الاخر هو يشوف التليفون ويقول لها العشاء ناري عاوتاني غادي يعذبنا عاوتاني الجد ديالنا مني مشاو يلا غيبركوا. وهنا الاغا بدا كيغوت عليهم قال لهم ما كتحترموش القوانين ديال هاد الدار. وهنا مني مشاو للبيت ديالهم بداو عاوتاني نفس السير على يوسف بداو كيتشاجروا. وهنايا كنشوفوا صايره جا ميساج من يوسف قال لها الا ما جيتيش لعندي الغدا غادي نصيفط واحد الصوره ديالي انا وياك لجميع الصحف، لذلك خاصك تجي قبل ما تولي الاسم ديال الكرهان تحت الارض. هنايا كنمشيو لبات صايران اللي جاب الاصدقاء ديالو لوطيل. وهنايا صحاب لوطيل يعني من قوه الضجيج والصوت اللي كان داير صونا ولا اورهان وقالوا لي عافاك دير معنا شي حل دوي معاه. صافي داكشي اللي دار اورهان مشى صونا على بات صايران. ساعه بات صايران كاع ما كيجاوب لحقاش كانوا دايرين الاغاني في الدار لذلك كان الصوت ما مسموعش نهائيا. صافي شويه ويبان ليه التليفون وبدا كيهضر مع اورهان كيقول له شوف واش انت بخير؟ قال لي بخير الحمد لله. قال لي شنو طاري؟ قال لي ما طاري حتى شي حاجه من غير نقص داك الصوت اللي داير في ديك الدار. قال لي فقط غير بغينا نحتفلوا انا والاصدقاء ديالي وجبتهم. قال لي شوف عافاك غير نقص داك الصوت وديروا الاحتفال اللي بغيتو. صافي هو يقطع عليه ومني قطع عليه دار راسو زعما بات
سيران راك باقي كيدوي معاه. صافي يوسف كيصوني لا سيران قال لها شوفي خصنا نتلاقاو ضروري، قال لها ضروري خصنا نتلاقاو لاخر مره قبل ما نمشي. ونيا رئيس الخدم جا قال للاغا بلي هذاك اللي جا داك النهار كان الحبيب ديال سيران، والاغا هنايا تصدم. صافي هنا كنشوف العائله ديال سيران جاو، هنا كانت سونا طلع فوق الدرجه وهي طيح ويشدها خو فريد، شدها ويقول لها بشويه عليك. صافي هنا يلا بغات تسلم عليه وبدات لي يديها كترعد. صافي هنا كنشوفوا الام ديال فريد قالت ليها راه بلي هذه مرات ولدي الكبير. صافي هنا سلمت معاه ويلا غتسلم مع خو فريد وبدات عاوتاني لي يديها كترعد، وهنا يقول لها ما تخافيش. صافي هنا كانوا باركين كيتحدثوا كاملين، وشويه ويجي الاغا شاف العمه ديال سيران وعرف بلي يعني كانوا بيناتهم شي حاجه يعني قبال. صافي بداو كيهضروا، مشاو الاخرين الكبار مشاو كيهضروا بوحدهم وجابوا القواليهم. صافي هنا كنشوفوا سيران وسونا كانوا كيهضروا وقالت لها بلي هو كيهددني وجابت التصويره ديالي انا وياه. صافي هنايا سونا تصدمات وقالت لي والله لا بقات فيه، صافي هادشي كامل بسببي سمحي لي بزاف، وبقات كطلب الاعتذار من اختها. ونيا كنشوفوا العائله ديال سيران غيمشيو. صافي وعاوتاني هنايا كيصوني يوسف على سيران كيقول لها شوفي ضروري خاصنا نتلاقاو هذا النهار ولا قبل ما نجي لعندكم للدار وتصدقي عاوتاني نمشيوها. صافي هنايا سيران ما عندها ما دير وجدت راسها والله كانت غتمشي تقول لها موت فريد. قالت لها مالك فين غادا؟ قالت لها انا غير عييت من هنايا، قالت لها بغيت نشم غير الهوا برا. قالت لها انت ما عارفاش هنايا سيري مع السائق. قالت لها انا خاصني غير ندور باش نولي نعرف هنايا. قالت لها صافي سيري. مني كانت غادا الحراس قالوا لها فين غادا، قالت لهم انا راه خديت يعني الموافقه من الام ديال فريد. صافي خلاو، ولكن الحارس سبعه من مورا باش يعرف فين غادا باش يقول لفريد حقاش فريد هو اللي قال لي الا كانت غتخرج ولا شي حاجه قولها ليا. صافي هنا تلاقاو وبداو كيهضروا بعضياتهم وقالت لي شوف ما تبقاش تجي لعندي وتبقى تصدعني. قالت لي انا ما بقيتش باغاك. صافي عطاني ابتسام مسحت التصويره اللي كانت بينه ولكن هو مخبي عشان تصويره وحده اخرى. وهنايا فريد كيصونيو عليه قالوا لي بلي راه تلاقات مع شي دري، وهنايا عرف وقال سميتو قال للصديق ديالو. صافي مشاو كيجريو لعندو. هنا كنشوفوا فريد عيط على سيران وسيران سمعت وقالت ناري عاوتاني جا صافي ساق ليا الخبار. صافي وجا هنايا فريد كيضرب في يوسف وبداو عاوتاني مشاجرات بعضياتهم. وهنا فريد كيقول العابدين شد سيران ديها للدار، ومني شدها عابدين يلا شدها بحال هكا ويتجمع معاه بالتصرفيقه ومشات باش تفرقهم بجوج. ومني فرقاتهم صافي طاح هنا فريد وبدا كيشوف زعما كتخاف على يوسف وما خافتش على فريد، بقى فيه الحال ومشى. المهم غتسناو التكمله ديال الحلقه السادسه حتى ننزل لكم ان شاء الله باذن الله. وكنتمنى من كل قلبي تكون عجبتكم يعني القصه وعجبكم المسلسل، وكنتمنى اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا اي جديد، ولايك وتعليق. وشكرا على التتبع ديالكم في حلقه قادمه ان شاء الله.